جينا لكم النهاردة بطريقتين لزراعة الطماطم ولزراعة الباذنجان. تمام، خلينا في أول حاجة في زراعة الباذنجان. قبل ما تزرع الباذنجان هتبدأ إنك تاخد البذر اللي جوه الباذنجان وتبدأ تنشفه لمدة أسبوع أو 5 أيام على الأقل عشان يبقى معاك بالشكل ده، عشان البذور تبان معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. والطماطم عادي تعملها في نفس الوقت وتزرعها في نفس الوقت عادي بالشكل اللي انت شايفينه ده. دلوقتي احنا هنزرع اول حاجة الباذنجان بالشكل اللي انت شايفينه. هنجيب اول حاجة اي حاجة تزرع فيها انت، طبعا احنا هنزرع في ده دلوقتي بالشكل اللي انت شايفينه ده، ونبدأ نجيب البذر بتاع الباذنجان بالشكل اللي انت شايفينه ده، وهنبدأ ناخد البذر بتاع الباذنجان. طبعا انت من مسافة ما تعمله كده هتلاقي البذر كله نزل بالشكل اللي انت شايفه. زي ما انتم شايفين البذور كلها نزلت تحت. اول واحدة خلصناها، البذور بالشكل اللي انتم شايفينه. بعد طبعا احنا ما عملنا كده، بعد ما ظبطنا طبعا والبذور اهي على الوش هنا، هنبدأ نضيف معاها فلفل شطة. زراعة الفلفل الشطة بالشكل اللي انتم شايفينه. طبعا احنا بعد ما هنا حطينا الفلفل بالشكل اللي انتم شايفينه ده، تمام، هنبدأ اننا نجيب لزراعة الطماطم. طبعا انا هزرع في اكياس. تمسك الطماطم بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وهتبدأ انك تنزل الطماطم، بس حاول انك ما تسيبهمش في حتة واحدة، حاول انك تفردهم في الحتة اللي انت هتزرع فيها، عشان لما يطلعوا يبقوا شتلة تعرف تنقلهم من الكيس وتحطهم في حاجة كبيرة شوية بالشكل اللي انت شايفينه. طبعا احنا بعد ما هنا ظبطنا وعملناهم 100 هنجيب تربة بالشكل اللي انت شايفينه ده الطماطم وهالفلفل الحار والشطة ومعاها باذنجان. نبدأ نجيب التربة ونغطيها تغطية خفيفة بالشكل اللي انت شايفينه ده، علشان يساعد على النمو تخدير بالشكل اللي انت شايفينه ده. وهنبدأ دلوقتي نجيب المية ونرشه. طبعا احنا دلوقتي جبنا المية وهنبدأ اننا نروي الفلفل الاول، وتحاول انك تسقيها بشكل يومي بالشكل اللي انتوا شايفينه. والطماطم برضو كذلك الامر بنفس الطريقة بالشكل اللي انتوا شايفينه. حاول انك بقى كل ما يشرب اول مرة بس، بعد كده تديها شوية مية بس صغيرين وخلاص. بس حاول دلوقتي في الاول كل ما المية تشرب انك ترويها تديها تاني. وقبل ما نقفل الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.